بقى حاجه جميله جدا، انا عايز اطمن اي حد داخل على جواز وكده. انتوا قبل الجواز طبعا بتشوفوا بعض في اجواء رومانسيه جدا جميله وكل حاجه وكده، وبعدين يوم الفرح ربنا بيكرم كل الناس، كلنا عندنا توقعات طبعا. انت متخيله تبقى دايما زي القمر واخده بالها من نفسها، تعمل لك الفطار في السرير الصبحيه وكده، وهي متخيله دايما ان هو هيفسحها في كل حته، يخرجها بعد مواعيد الحظر بتاعت ابوها، كريدت كارد مفتوح، بتسافر كل شهر وكده. يوم الفرح ربنا بيكرم الاثنين جدا، الاثنين زي القمر بغض النظر عن الواقع، بس ربك بيعدي الليله دي كويسه جدا. تاني يوم الصبح على طول بقى، عارفين اللي هو فيلم، كان فيه فيلم اسمه المتحولون كده، هي بتلاقي جنبها كائن غريب كده ضخم الجثه عريض المنكبين شكله مرعب، بابا فين طبعا مرعوبه هي، وهو بقى هي اول مره بتشرب جنبه مثلا ايه حاجه ساقعه عادي جدا، عامله اصوات سيمفونيه. زمان كانت تشرب الشوربه المولعه كانها يعني حاجه عاديه خالص. وبعد شهرين ثلاثه تلاقيها هي بتكلم بقى البرنامج اللي هو بتاع اسامه منير حسب ما اتذكر كده، الاعلامي الجميل، اللي هي بتكلمه وتقول له انا كنت فاكراه طويل وغني ودمه خفيف، طلع قصير وتخين وبخيل وكل حاجه وحشه جدا يعني. وهو بقى بعديها بفتره قاعد في جنينه الاطفال واخد باله من البيبي عشان هي مع صاحبتها بتعمل كورس ولا حاجه، فبتيجي بعد كده الصدمه، صاحبه جاي بيقول له بقى انا عايز اتجوز ومتحمس جدا مستني بفارغ الصبر، يقول له اوعى تستنى بقى لان الواقع مختلف. اول لما الولاد بيتجوزوا الوضع بيختلف تماما، وفجاه تصطدم ارادات واسلوب حياه. وانا هقول حاجات سخيفه شويه بس واقعيه، حتى انا بدخل الحمام متعود ربع ساعه وهي مش عارف لا لازم تعمل ايه، حاجات صغيره جدا. هو تو وورلدز كولايد عالم. بتعملوا ايه بقى في القصه دي عشان انت لسه متجوزه مش بقالك كتير قوي يعني؟ حاسه انا مش عايزه اتكلم في الحلقه دي النهارده. اوبا ليه كده؟ انا لسه ما قلتش حاجه على فكره، ده لسه عايز اتكلم يعني. غيرت رايي تقريبا، مش ده انت عارفه. كنتي متحمسه جدا للموضوع ده يعني الصراحه لازم نبقى متفقين ان رياليتي هيتس جامد قوي ايوه بعد الجواز، أيوة بالذات بالظبط. بعد الهانيمون فيز. مش هتكلم بالظبط. على الهانيمون نفسه obviously لان ده مش حقيقي يعني، ده مش ما it's بقاش not an شهر بحاله indication of بالظبط. real صح. life يعني. بالظبط. بس طبعا يعني الحياه او العلاقه قبل الجواز حاجه، بالذات ان احنا كمان هنا مش زي في الغرب بقى بيعيشوا مع بعض وكده. بالظبط. المعايشه ولا اسمها ايه. اه وبعدها حاجه تانية. اه انت بقى عايش مع شخص، انت جاي من بيت هو جاي من بيت تاني، بالظبط. مهما كنتوا متوافقين قبلها وده مهم جدا برضو وارائكم لازم وكل حاجه. نتاكد طبعا عليه احنا اصلا اتكلمنا اجتماعيا في حلقه قبل وثقافيا كده وكل حاجه بالظبط. بس بتتصدم بقى، بتتصدم لو فعلا انت تقعدي الحمام قد ايه وانت بالزبط. بتعمل ايه وطريقه الاكل والهزار كل حاجه وكل حاجه كل حاجه. وات ذا سيم تايم برضو انت عايز يبقى عندك حريتك. وطبعا انا بحس الرجاله اكتر من الستات يعني. الرجاله بيبقوا خايفين قوي على حريتهم والاوتونومي بتاعتهم بالظبط بعد جواز ان هي تروح. صح. الستات ممكن اوريدي يعني، او احنا عشان برضو بنبقى جايين من بيت فيه رولز وكل الحاجات دي، ف يعني في اكسبكتيشنز معينه. طيب. بس الراجل بيبقى حاسس انت ايه بقى هتسيطري عليا. مبدئيا برضو عشان نبقى واضحين، انا بتكلم مش على لساني انا، على لسان ناس ثانيه رجاله تانيين طبعا. مين؟ ما اعرفهمش. احب بس اعرف يعني اسم مبدئيا الراجل عنده قناعه ان انا ممكن يبقى ليا فريندز من الفيميلز عادي جدا، بس مستحيل مراتي تبقى عامله حاجه زي كده. دبل ستاندردز بقى. مش هنسميها كده. ده بص مبدئيا احنا موضوع الحلقه النهارده أيوه. هو الفريدم افتر ماريج، بمعنى أيوه. بقى هنتكلم في حاجه بالمسؤوليه كمان، فاينانشال فريدم، وبرده حته ان انت يبقى عندك استقلاليه وكلام لا والسوشيالايزنج كل الكلام ده. طيب فالراجل things definitely are different. فالراجل طبعا هيتغير، بس مبدئيا الرجاله دايما انا بقول لك بصفه عامه عنده قناعه انا وضعي مختلف. نمره 2 عنده قناعه انا متعود على فكره بخرج لغايه 1 و2 بالليل، مراتي ما ترجعش وقت زي كده خالص. ما يبقى اصلا متجوز عشان تخرج لحد 1 2 بالليل، بس تخرج معايا بس معاك بقى يعني. وهو غالبا يعني بعد ما بيتجوز بيجي له الصدمه، خلاص انا عايز ايه من الدنيا، مش هنزل اقعد على القهوه تاني، خلاص مش هخرج مش هسافر مع اصحابي تاني. وبعدين غالبا البنت اللي كانت قاعده معاه لغايه 1 بالليل مش هي اللي هو اتجوزها يعني، عارفه ناس ثانيه. بس انا مش فاهمه يعني هو ليه عادي ان هو دلوقتي بقى لسه او خلاص يعني he can still do the same things، بمعنى بقى يسافر مع اصحابه لوحده كل الكلام ده. وهي لا مش عادي. هو بيوصلوا لها بعد فتره، البنات بياخدوها بس مش بعد. ايوه مش بعد بس انا شايفه ان هي برضو حياتها هي لازم عندها اسكيب برضو. يعني انت ما ينفعش ان اوكي احنا رجلنا على رجل بعض في حاجات كتير قوي في حياتنا، واحنا بقينا ايتم او we are an entity overall بالظبط. فاكيد حاجات كتير قوي يعني بتتاثر بده، لان انا قراراتي ما بقتش لوحدي وقراراتك ما بقتش لوحدك بالظبط. بس انا شايفه لازم يبقى كل واحد عنده فريدم لوحده. حلو. و it would be مشكله كبيره قوي لو هو عنده اكتر منها يعني. طيب خلينا I don't think it's fair. طيب I agree، بس عايز اقول لك هيوصلوا لها لان طبيعه حياتنا تاني. خلي بالك احنا كام مره اتكلمنا على التربيه وعلى الاصل وعلى التعود، فاحنا دايما الولد حاجه جامده جدا ويعمل براحته ومش عارف ايه. لا اختك انت هي ما تخرجش ما تعملش. انا مش فاهمه برضه احنا ما عملناش معاك كده على فكره. لا عملتوا ايه ده؟ فين ده يعني علي اولا اخويا كان انت بيخرج لحد الساعه كام
وانا كيرفيو يا عمره عشان ما انت بنت بيتهز. برضه، عشان عشان انت بنت المجتمع، برضه. عشان عشان المجتمع انت مش بنت كويس برضه. على نفس فكره. الحاجه مع جوزك. أيوة. جوزك يعمل ويخرج ويسافر لا جوزك وبتاع، خلاص بقى. وانت بنت برضه. لا يعني جوزك بقى انا مختلف مش فاهمه يا ولا؟ جماعه دول ستاندردز يعني مش بعرفش، متمسكين بيها. اتربينا على كده. بس عشان تاني معلش، الناس لما بتلاقي واحده غصب عن، مش بير بريشر، سوشيال بريشر، مجتمع، قناعات، حاجات موجوده كده، لا بنت خارجه لوحدها كده، لا بنت بتشيش مش عارف. دلوقتي على فكره البنات بيشيشوا اكتر من الولاد انا عارف، بس عامه يعني طب وليه ما المنظر. نقولش ولد بيشيش وده هيضر صحته وده منظره مش حلو وده مش هي عارف ما يعني. اعرفش يا جماعه، على فكره في العالم كله كده، على فكره مش عندنا احنا بس، جلوبالي كمان. بص I know ان الفيميل از seen as an object for حاجات تانية. it's the same everywhere. it's a much bigger topic than this one بلاش نتكلم في الموضوع ده. honestly. انت هتعيطي ولا ايه؟ مش هعيط، انت خلاص بقى ممكن- الموضوع كبر في ممكن دماغك. اتعصب يعني. لا بس ماشي بس اتس ذير. ماشي. بس هنتكلم خليني ارجع دلوقتي تاني. برضو. طيب خليني ارجع تاني. انا يعني بنتكلم ان دلوقتي الفيجر الجوفرنينج فيجر ولا وات ايفر، اوكي انت كرب اسره وكزوج وكل حلو. حاجه ليك كلام عليها تمام، صح بس انا شايفه ان برضو she should still be able متفق يعني معاكي ان تماما. هي طيب. تشوف صحابها طيب. ويبقى عندها طبعا الفاينانشال responsibility، الاستقلاليه الماليه كمان على فكره دي بالظبط، مهمه جدا. طيب بالظبط. هي مبدئيا اقول لك حاجه، انا يعني الراجل ده انت عارفه ابوك يعني مش بقى متدين جامد، ولا بحاول اكون كويس على قد ما اقدر يعني. بس في حاجات بيزكس هناخدها مثلا. فنمره واحد من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام حاجه مهمه جدا، الاستقلاليه الماليه. انا مش من حقي اعرف امك عندها فلوس ايه خالص على فكره، حتى لو هي ما بتشتغلش وانا ام سبورتنج بديها فلوس، لازم اديها فلوس تكفيها. على فكره دي نقطه ثانيه خطيره، ان في رجاله كتير جدا انا عايز ابهر مراتي، او هي كمان لا شعوريا بتضغط عليه، اصل انا كنت في بيت اهلي عامله كذا، فاول لما تتجوزوا اكيد مش مستوى اهليكوا خالص، صح؟ فاكيد طبعا ما انتوا لسه بتبنوا يا جماعه. بالذات كمان لو انت عندك اصلا الولد هو بيتقدم، لو انت لازم بقى تعيشها زي ما احنا مفيش. عايشينها. وعلى فكره لغايه دلوقتي انا معلش انا عملتها مع جوزك، وابويا الله يرحمه او يعني حمايه الله يرحمه اللي هو جدك عملها معايا، من الشيء رجاله بجد، يو سي ذا بوتنشال، بتشوف التربيه بتشوف الاخلاق. ما بيحصلش كتير، بس هنرجع لكده يا جماعه، لان كميه الناس اللي جوزت حسبتها بحسابك في البنك قد ايه، كميه الطلاقات في سن صغير بشوفها كتير جدا. اي بس انت شايف يعني انا كلامك طبعا تمام، بس انت شايف ان اللي بيحصل دلوقتي وقولي رايك فيه ان هو في طبعا يعني طبقات مختلفه، مش بتكلم ان ده في كله بس اللي هو انا بديها مصروف، مش مهم بقى، انا مش ممكن اصلا ما يبقاش مدرك ايه اللي بيحصل بره. مش حاسب اي حاجه الاحتياجات بتاعت البيت عامله ازاي، بس بقى خلاص this is all she gets. طيب انت اول حاجه جيتي قلتيها كده ايه اللي هو انه بيخلقوا انتيتي جديده، وحده جديده، احنا دخلنا بيت جديد بحياه جديده، هيحصل زي اندماج وتزاوج واختلاف في حاجات في الاسلوب الحياه كله، فجزء منها تاني فاكرين كلمتين دايما بقولهم يا جماعه كل شويه، كواليفايرز وديسكليمرز. فانا هقول لك انا كنت في حياتي بعملها ازاي، وانت هتقولي لي انت بتعمليها ازاي، وهسالك كواليفاينج، هسالك طب كنتوا بتعملوا ايه، خروجاتكم نظامها ايه؟ احنا بنخرج في نص الليل بنتعشى، العادي بتاعنا بنبدا ناكل الساعه 1 بالليل، نجيب اكل من بره، بنخرج نركب العربيه ننطلق. انا مش كده، انا متعود دايما اكون في سريري. واي دونت مايند ان احنا الاثنين لازم فعلا نوصل لكومن جراوند بالظبط، بس مبدئيا نبقى عارفين نمره 2، ودي اخطر حاجه شفتها كتير يعني في حاجتين خطار قوي نتكلم عليهم. اول حاجه ان هو يستقلوا زياده عن اللزوم، وما فيهاش رجلي على رجلك، رجلي على رجلك في غايه الاهميه. سواء الراجل سافر عشان يشتغل بره يجيب الفلوس بيرجع ما بيلاقيهاش، سواء هو ليه النهار لا انا بخرج مع اصحابي عشان المزاج بتاعي ومش عارف ايه، لا على فكره هترجع هو بيفصلها عن حياته بطريقه معينه، مش هتلاقيها، يا اما هي بتبقى حاسه والله انا براحتك انا مش عايزه اعمل الكلام ده غلط يعني كارثة. حقها ان واي، بس ده هيخسرها اي ثينك بعد كده جدا يعني. لان هو بيتعود يسمع الكلمه الحلوه من حد تاني، صعبه لان زي ما بقول لك هي حياتها اخترته على فكره، احنا بنحاول نطبق دلوقتي بس احنا اخترنا خلاص. انت على فكره دايما حتى في ستات كتير جدا من حقها بتتكلم بقلبك على فكره، بس انا برضو حره ما تجبرنيش على حاجه، بس ثانيه واحده بنقولها ايه في الاخر، انت اللي اخترتي بكامل ارادتك، قررتي with eyes wide open انا حبيت الراجل اللي عايز اتجوزه، اقتنعت بيه، لو ناس كتير مش جايه من غير جواز. لا بس هو بيبقى واحد قبلها وبعد الجواز زي ما بقول يعني الموضوع ما عشان كده as much as we can يعرفوا بعض كويس كل حاجه، بس انا اخترت، فانا معاك، انا اديتك الحق، اديتك بايدي، اديتك المفتاح بتاعي كويس، مش معنى كده كل يوم هتجبرني، هنتكلم ونتناقش ونقتنع، بس في حاجات معينه انا رب الاسره هناخدها، بس بقيه القصه. فده نمبر 1 اللي هو الجزء الانساني. بس الجزء الثاني اللي هو من اخطر ما يمكن دايما في التعاملات، تمام، اللي هو انا عايز ابهر مراتي بمستوى مادي هي كانت فيه ولا whatever. شفت عائلات خربت لان بعد فتره، على فكره ده اللي بيحصل في اوقات كتير جدا. طب انا هشتغل، في اوقات كتير جدا بتلاقي ان الست ايرادها اكتر من الزوج، فهي بقت سنه هي متحكمه،
اتس نوت رايت على فكره، حتى لو انت هتساهمي في البيت بحاجه زي بس كده. انا حاسه ده برضو بيفرق قوي شخصيه الراجل من الاول كانت عامله ازاي. حلو. لان هو هيز لو confident enough وفي نفس الوقت هي از ستيل الدوميننس جاي من عنده، المفروض حاجه زي دي برضو ما تكسروش يعني. انا بقى بالنسبه لي انا واحد فيها من الناس غيره وفيها لا انا بالنسبه لي واحد من الناس ان انا قلت مراتي لا امك يعني اول يوم قلت لها ايه، انا يا بنت الناس امكانياتي كذا، مش هقدر ربنا يكرمنا ويفتحها علينا وهعمل واسوي، انا مش هبكون مستريح طبيعتي ما عارف نفسي كويس. لو انت اللي صرفتي على حاجه من عندك غصب عني اكون ايوه مكسور. انت بقى بتقولها ده انت حلو قوي انت في الموقف ده بالظبط بتقول ان حتى لو هي مرتبها اكتر منه مش عايزه انت ستيل هتبقى المسؤول. انا قررت كده تمام. هنسند بعض في مراحل معادله صعبه لان صعبه، انا عارف الحياه صعبه كل حاجه، بس لو احنا مش ضامنين ان احنا كم العائلات اللي دنيتها اتدمرت فيها بشكل رهيب، لان الديناميك بيختلف خالص. حتى سبكونشسلي من غير ما يبقى شعوريا انا دافع، ما انا دافع، ما انت دافع بقى فاكر الفيلم انت دافع ما بقى انت دافع من اي حاجه من اسوأ ما يمكن، مش عايز اتحط في موقف زي كده. طب وشايف برضو يعني let's say دلوقتي انتوا بعد الجواز وطبعا مصاريف قد كده وممكن تعيشوا بعيد شويه، ممكن هي تبقى عايزه تجيب عربيه جديده، ممكن هي عايزه تسافر عايزه تدرس تعمل ماجستير حاجات مع بعض. طيب وهل شايف ان هي برضو مثلا ترجع لاهلها ولا طيب الحته دي خطيره جدا تعتمد عليه ولا تعمل الحته دي خطيره. اولا اهالينا بقوا جزء من حياتنا على طول. انا فاكر طبعا بعد الجواز اول سنتين ثلاثه انا بحاول اقول لكم الجيل ده والله تعبان. انت قلت لنا قبل كده وانت قافله شقتك بترجعي من بره قاعده معانا مش عايزه اتكلم او عند حماتك يعني انا قصدي للاسف لازم يبقى في سبورت يعني. احنا متفقين تماما بس اهم من كده كمان هي عمرها ما كانت لوكاندا كويس. فالزوج انت مش راجع مع احترامي بتنتحر ليه النهار في الشغل. على فكره انا في مره مرات سبت شغلانه كانت وظيفه باك في مالتي ناشونال مضمونه واستقرار وكل حاجه، رحت شغلانه تانية كانت بلدي وناس عايز اقدم استقاله كل اسبوع وكل حاجه. هدفي الاساسي كنت عايز اكون قريب من البيت قريب من مراتي عشان حسيت ان احنا بنبعد عن بعض. لازم عينينا تتملي ببعض، لازم يكون بنغني ربنا حتى يا رب غنينا عن الدنيا كلها ببعض كويس. عشان كده لازم نكون توجذر، لازم ناخد على بعض، نتعود على بعض في حياه كامله. هتخلى عن حاجات عندي وقت استقلاليه ماليه مش عايز اعرف فلوس خالص. مهمه جدا. بيت على فكره انا عارف لوتس اوف الكيدز النهارده لما جم انت ما اتجوزتي لقينا في مكان بعيد جدا عننا، عايز اطمن عليكي عايز اكون معاكي بس هو اساسا انت وجوزك ساعتها نرجع تاني نتكلم على التولز بتاعتنا. انا عندي تولز هتساعدني جدا صح. على فكره الحياه البعيده غالبا يعني لسه بتكلم النهارده مع حد لذيذ كده احمد بيقول لي في اماكن معينه حتى العمال مش هيقدروا يروحوها، ده لازم ميكروباص يجيبهم الصبحيه ولا غيره. طب انت قاعده في حته مقطوعه مفيش حد بيساعدك مفيش مثلا مواصلات، عايزه تحسي بالامان ولا there will be ways. انا ما عنديش قدره ماليه دلوقتي هعملها. بيبقى في حاجات زي سويفل ولا مش عارف زي اوبر بس بنسمع كل شويه عن حواديت برضو ما فيهاش امان. انا شايفه ان هو الراجل اكيد مش هيبقى مطمن على مراته وهي مش مطمنه. there will be tools يعني إيه I know someone who was very very close حد يعني فاميلي من الفاميلي يعني وهم هي كانت بتروح جامعه بالباص فقعدت سنين واهلها يعني they were okay they could afford a car وكل حاجه بس هم في الوقت ده ما قرروش يجيبوا لها. طبعا عدت سنين وهي اتخرجت وهي اتجوزت وللاسف الحاجه غليت قوي، العربيات غليت اوكي. فthis was very recent. هي خلاص دلوقتي بتشتغل وهم فعلا ساكنين في التجمع الموضوع صعب قوي. ف the only way she could afford ان هي دلوقتي تبدا تجيب عربيه was through product حلو قوي من value which is shift. بالظبط. شفت العربيه شفت انت جبتيها منين شفت العربيه دي؟ انا يعني قررتي كده حسيت هيكون شفت ليه ما عرفت شفت في حياتك يا ترى شفت اللي هو الجير يعني هنتكلم في الموضوع ده نتاكد بالظبط. مش فاهم في العربيات قوي بس ماشي ماشي اوكي. فشفت من مميزاته انت you get approval within ساعتين. طيب وبرضه عشان العمليه تبقى واضحه طبعا عشان دلوقتي كمان اسعار العربيات غير طبيعيه. فانت ممكن تبقى عربيه مش لازم جديده ممكن تبقى مستعمله. لا ممكن اصلا تبقى عربيه يعني طبعا جديده او مستعمله من معرض او من واحد صاحبك يعني مش لازم اللي هو رسمي جايه من حته مش عارف عامله ازاي لا يعني definitely في اوبشنز كتير قوي لان شفت يعني supporting حاجه زي دي. عمليه سهله جدا زي الفل. انا مش عايز اتكلم عن سلمى وهي قدامي مش عايز اقول اي حاجه عدل عليها بس هضطر اقول يعني ان هي عامه يعني انا بترجاها بجد مش هزار بترجاها لما اقول لها يا بنتي انت عايزه ايه وبحاول اقول لها دايما مش لو انت محتاجه حاجه لو انت عايزه حاجه. وبفتكر يعني لما انت بتكلميني اوريدي تكوني بتعيطي فانا عارف لما تطلبي مني حاجه بتكوني
قعدتي حسبتي مليون مره قبليها ازاي اقدر اعملها من غير ما اسال ابويا ولا مش عارف ايه. ايوه لان زي I ما know. بقول لك برضه هي حته ان اكيد الولاد اصعب بالذات يعني انت طالع دلوقتي كواحد راجل بتشتغل بدات اوريدي تنفصل عن اهلك شويه في مصاريفك قبل الجواز حتى. بس البنت لا، البنت حتى وهي بتشتغل بالظبط probably كان مصروفها ده شخصي وكل بالزبط. يعني احتياجاتها على اهلها بالظبط. فجاه بقى حصل الشيفت بتاع ان الراجل ده بقى مسؤول عنها وعنه صح. وكمان هي اوكي دي فلوسي وكل حاجه بس اكيد يعني بالوضع المادي طبعا دلوقتي طبعا بالاقتصاد طبعا. لا يعني اسعار العربيات بقت غير طبيعيه هي فور شور الناس محتاجه اكتر من اللي بيدخلها. وعلى فكره انا عايز اقول لك اتس نوت جاست فور ذا ليدي، طبعا للليدي عشان جوزها عايز يطمن عليها تتحرك بحريه ولا غيره، بس على فكره مجرد ما بقيت انا زوج وبقى عندي ولد صغير العمليه اختلفت تماما، المواصله اللي انا بستخدمها يعني اتغيرت تماما. من الحلول او اي ثينك اهم حل ان احنا لازم يبقى في financial conversation بتحصل. بالظبط. مش بس financial معلش احنا لازم نعمل حاجه زي مثلا monthly meeting كده check point. احنا are we aligned على نفس البلانز؟ بالظبط. are we aligned ان احنا بنحقق نفس الجولز دلوقتي؟ تالت حاجه بقى are we aligned financially؟ يعني انت انا بصرف انت شايف ان انا اوكي، انا شايفه ان انت اوكي. عندنا بلان زي ما كنا بنتكلم على التحويش وعلى الانفستمنت كل الكلام ده احنا عارفين رايحين فين ولا. وبصراحه لازم اقول يعني في اول سنتين 3 كده الدنيا بتبقى يعني في الهوا يعني انت يعني انا عارف من عدت علينا وانتوا لما بعد الجواز انا مش عايز اتكلم احنا عملنا ايه لاولادنا بس ما علينا. والله العظيم الجيل ده بس هي في نقطه هريتيني بالجيل ده لازم ارجع اقول على فكره الجيل بتاعنا كنا بنقول كده برضه احنا مظلومين وما عندناش. الموضوع عندنا اصعب. كان عندنا شيبسي بس ما كانش عندنا شيبسي بالخل، كان عندنا شيبسي عادي على فكره. انت شيبسي بكام دلوقتي؟ انت حاسبه كل حاجه مش معقول. انا عايز اقول لك ان انا دلوقتي بقيت لغايه اتعلمت حاجه على كبر عمري وتخيلت دلوقتي بقى اكلم امك من السوبر ماركت ده على فكره انا هجيب لك كذا بدل كذا عشان عليه عرض. بقيت اتكلم على العروض دلوقتي. ايوه بغض النظر محتاجه ولا لا يخليك تشتري حاجه مش معقول ايه. بس هي في غايه لما انت قلتي البوينتس اللي نمشي عليها دي غايه الاهميه فيها حاجه نكون راضيين مش مستحملين. اللي بيقول لك انا هعملها غصب عني هتتعور مش ينفع تعملها لوحدك يعني لازم الطرف الثاني we are satisfied مع بعض. لان غير كده لا شعوريا الست بتضغط على جوزها جامد جدا، لا شعوريا هو كمان بيبدا يقول هي قرفاني طالبه مني كتير مش عارف ايه، او يبدا يتخلى عن دوره كراجل الاسره والبيت فيبدا كلمته تقل، عمليه تقلب فيها كميه تلقيح كلام من اسوء العلاقه كلها تبوظ. مش طالبه والله بجد على فكره كفايه ان انا عملت كذا ما تتكلمش انا على فكره انا اللي قررت خلاص. وحتى لو تعملها حبيبي معلش وانا بس هنسفرهم بس بيسافر في حته طول الوقت هو مش في جيبه الفلوس اللي يدفع بيها. مش حلوه يعني الضغط الصراحه صعب قوي لازم تتنظم بشكل احسن كده كتير جدا يعني. وعلى فكره تانية محتاجين كل الحوارات دي conversations دي ما قبل الجواز اول شرط اخر نور عشان لما بنعملها بعدها it's very hard لان الموقف هو اللي بيطلع practical imagination. انا دايما بقول للناس تخيل انا بيحصل لي كده في الشغل في ناس في بتشتغل معايا كده imagine how hard it's gonna be يعني that's the thing يعني تخيلوا اسالوا اعرفوا في اصحابكم بس نعرف as much as we can لان المشكله انا بيصعب عليا اكتر بكتير الجرح اللي بيحصل بقى ايه بعد الجواز والفيلم ده كله طلقهم بعد سنه. ايوه كم من الناس اللي شايفينهم كده دلوقتي حاجه مش طبيعيه خالص يعني. طيب انا عندي اغنيه النهارده يعني ممكن نقول رغم المسافه كايروكي مش كايروكي مسار اجباري رغم المسافه مسار اجباري معاهم اسماء ابو اليزيد. حلو. واحنا ممكن نقول رغم المسافه بقى اللي هو بينك وبيني ككابل وفي نفس الوقت رغم المسافه بقى انا عايشه في التجمع واهلي عايشين في زايد بعد الجواز مع اهلك بس معلش دايما القاعده بالنسبه لي على طول رجلي على رجلك احنا نكون مع بعض. ايوه احنا مع بعض اهو بس انا في مسافات مش معقول لازم يعني. انا الكتاب اللي عايز احطه المره دي كتاب عبقري باولو كويلو بحب الراجل ده جدا طبعا. الكتاب ده من اجمل الكتب اللي هو اسمه الجبل الخامس. الجبل الخامس ده اتس بيوتيفول بوك على رسول في زمن ما بس هو جماله ان هو بيعمل كم رهيب من المعجزات بس اكبر معجزه بيعملها لما الناس بتوعه قوي بتقوم تاني. كان بيبني مدن كامله مع ناس ما عندهمش اي امكانيات يروح في حته فاضيه تماما بيعملها. جميله الفكره دي على فكره. اولادنا زي ما انتوا كده سكنتوا الحته اللي انتوا سكنتوا فيها كانت بالنسبه لنا ساعتها بعيده جدا بلد تانية وما كانش فيها عمار قوي حواليكم زي ما احنا في يوم من الايام نقلنا من وسط اهالينا في الدقي ومهندسين رحنا زايد كانت فاضيه جدا بنبقى قليلين بالليل ولا غيره. الحياه بتجيب نفسها بتتحرك حاجات صغيره فجاه تلاقي حد بيبيع حاجه الدنيا ما بتقفش بنكبرها دايما. فجمال الكتاب ده نفسي ناس تقراه الجبل الخامس فيفث ماونتن بتاع باولو كويلو. ازاي حتى لو بدات من تحت الارض هتبنيها تاني جديد من اول وجديد تماما.
ثانك يو. هنحاول. ايوه ثانك يو. ودايما انت اللي عاودتيني على افرميشنز وكلام من ده، مش هنحاول ان شاء الله هنعملها بقلب كده ان شاء الله. يومكم حلو ان شاء الله. ثانك يو يا جماعه انتوا سمعتونا لاخر الحلقه. احنا على انغامي، موجودين على ابل بودكاست، موجودين على سبوتيفاي، على ديزر، على امازون ميوزك، وطبعا هتلاقونا على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك، وكمان ثرو البلاتفورمز بتاعت فاليو. كالعاده في نهايه كل حلقه هتلاقوا سؤال الحلقه هو مكتوب قدامكم دلوقتي بالاجابات بتاعته. احنا في انتظار اجابات كلها ان شاء الله. هتلاقوها على كل المواقع الخاصه بالبودكاست انا وبابايا باتل فيلد، او كمان على الاكونتس بتاعتي انا كخالد حبيب على لينكد ان وكمان على الفيسبوك. اكتر اجابه منطقيه ان شاء الله هيكون ليها جايزه خاصه وجميله جدا من فاليو. اكتبوا اجاباتكم على طول دلوقتي وابعتوها لنا على طول دلوقتي، هنلاقيها على الويب سايتس بتاعتنا كلها، وان شاء الله تكون كسبان معانا مع فاليو ان شاء الله.